الاضواء اللي تعطي اضواء مثل نورانيه، نفس الوقت تعطي الهدوء السكينه، نفس الوقت نحن يعني الشيء اللي لفت نظري البياض هذا، الابيض هذا اعطاه انطباع اللي هي الروحانيه السماويه دخلت بالزخرف الاسلامي، فتعطي انطباع فعلا اسلامي نقي ضمن لوحه تشكيليه وليست لوحه معماريه، لوحه تشكيليه. العمل الثاني هذا لها نفس الشيء. أستاذ إبراهيم جهز نفسك. لا أنت هو حيتكلم بعدك، أنت البورتري. نعم. فيها كونتراست، فيها كونتراست يعني. تماما. هذه لوحه يعني فينا نسميها فن تطبيقي مع التعبيري، يعني تعبر عن الحاله النفسيه، يعني انه الوجه لا تقول اشتراطات. حلو حلو. اللون اللي النفسيه هو التعبير بالخامات المستهلكه هو نفس الفكره، تعبيري، هي تعبيري رمزي يعني بتشكيل تبسيطي خطي لون يعني، لكن الخط المستخدم منه الخط التقليدي. فعلا. وهذا العمل هذا لها طبعا، هذا تعبيري مجموعة من الأشخاص ودمجت فيها الزخرفة. هذه الأستاذة وفاء عبد العزيز من خارج مدينة الرياض، والحقيقة غير موجودة. الرسم الطفولي أنا أسميه مدرسة خاصة، إنه أيوة عالم طفولي جميل جدا. حاولت تتطرق له، قالت لي أنا أبغى العملين جنب بعض. أنا فصلته بالعمل هذا لأنه حقيقة العمل هذا كأنه يقول يعني ستوب وبعدين يمشيك. أيوة هذه نفس الأخت من جيزان، الأستاذة محمد قصدي. إيه نعم. تكلم عنه، تبي تكلم عنه يا أستاذ إبراهيم؟ دكتور حسان تفضل. سويت ديكور مع هذه يعني لعبه فعلا تقنيه، لعبه تقنيه عم تدخل فيها اثراء مواد مهارات فنيه جزء من تراث الشعب، جزء من الخط العسكري، العمل هذا ايوه نفسه.